السلام عليكم. غنشارك معكم كيكه ديال الملعجيب. درت واحد جوج بيضات مع كاس صغير ديال سنيده وكاس صغير ديال الحليب وكاس صغير ديال عصير الليمون وربع كاس ديال الزيت. قريصه ديال الملحه واحد الساشي ديال الفاني ومعلقه ديال الخل. ضربت الخليط مزيان كلشي وجوج بيضات حتى تخلط ليا، ومن بعد ضفت ليه واحد كاس ونص ديال الدقيق حتى لجوج كيسان، وواحد خماره ونص ديال الحلوى، وضفت الخليط حتى كيطيب. ومن بعد تكيتو بواحد الفرشيط، سقيتو بالحليب او لا السيروم اللي بالسكر والقهوه وواحد المعلقه ديال سنيده. وبالنسبه للكريم ضفت هنا واحد جوج كيسان ديال الحليب، واحد دانيط، واحد 3 المعالق ديال مايزينا، وواحد الفلون، وحتى حتى عقدت ليا لاكريم. عاد ضفت الدانيط وضفت معلقه ديال الشوكولات وخليتها حتى جمدت كما كتشوفوها. هي راه دابا باقي كاع ما دخلتها للثلاجه وجامده. وبالنسبه للتزيين غادي نزينها معكم. كيفاش غندير ليها التزيين؟ كيبقى بسيط. المهم كلها يزين باللي عنده. انا اختاريت نزين على هذه الطريقه، وانتم اللي كان عندكم زينوا به. هاد لاكريم كتجي زوينه. المهم الاساس هو ديال لاكريم. بالنسبه للدانيط راه ما كنديرو حتى كطيب ليا لاكريم فوق من النار. هذا كنضيف لك داك دانيط وواحد المعلقه ديال الشوكولات ولا قطع ديال الشوكولات اللي كان عندكم. نزين انا بشويه ديال البنان، بشويه ديال الفروندواز ولا الفريز ولا اللي كان. المهم تزين، ولا ممكن تزينوها بالشوكولاته تخلوها كيف ما هي، ولا المهم التزيين كيبقى اختياري اللي كان عندكم زينوا به، ماشيش بالضروره داكشي اللي درت انا. المهم هي لي بات كما كتشوفوا، شوفوا كيفاش جات، راه جات رطبه 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 رطبه، ولا كريم راه باقي كاع ما عقدت. وهانتوما تشوفوا المنظر ديالها. ايوا السلام عليكم، ونتمنىكم تجربوها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.